أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا، ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 68 في مدارسة كتاب الداء والدواء، ونحن مع مداخل المعاصي الأربعة. بدأناها بالكلام حول خطر اللحظات، إطلاق البصر، ثم خطر الخطرات، وتكلمنا عن أمر حراسة الخواطر. واليوم نحن مع المدخل الثالث من مداخل المعاصي، وهو اللسان وخطره، أمر آفات اللسان واللفظات. قال الإمام ابن القيم: وأما اللفظات فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة، بألا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والفائدة في دينه، فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل تفوته بها كلمة هي أربح منها، فلا يضيعها بهذه. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. هذا الذي أشار إليه الإمام ابن القيم هو تفسير هذه الآية. ربنا ما قالناش إن احنا نقول الكلمة الحسنى، وإنما أن نقول الكلمة التي هي أحسن، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بفعل التي هي أحسن: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فبالتالي الإنسان يعرف يعمل الكلام ده إزاي؟ عشان نتكلم كلام عملي وواقعي، إنه يبدأ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، وبوصيته صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. إنه يبتدي يتعود على تخفيف الكلام إلى أن يكون سمته الأساس أن يكثر الصمت، وقد جعلوا ذلك من هيبة الإنسان. الصمت فيه فوائد عظيمة، ويكفي كل ما سنذكر من آفات اللسان فإن الصامت يكون بمنأى عنها. فالإنسان اللي هو معروف إنه ثرثار كثير الكلام، هذا من أبغض الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل: إن أبغضكم إلي الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. فبالتالي الإنسان مننا يبتدي يتعود على أنه الأصل أن يسكت، وأن يحسن الاستماع قبل أن يتكلم، وبعد كده يبتدي يقول بقى: طب هتكلم بإيه؟ أقول كذا ولا كذا؟ إنما على طول كده اللي يخطر ببالي أقوله. دي جرأة وشجاعة، وهو ده اللي بيعرف ياخد حقه بدراعه، وياخد حقه بلسانه. امال يعني ابقى هفية في الدنيا دي؟ تبقى مشكلة كبيرة. ليه بقى؟ شوفوا كده ربنا سبحانه وتعالى لما أدب جيل الصحابة في حادثة الإفك، شوفوا ربنا يقول إيه: إذ تلقونه بألسنتكم. هو الواحد لما بيتلقى الكلام بأذنه ولا بلسانه؟ بأذنه. إزاي بقى ربنا بيقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم؟ ده مش بيتلقى الكلام بأذنه، ده ما بيسمعش، ده على طول كده مدفع رشاش شغال، أول ما يسمع الكلمة ينطق على طول. يبقى هذا بلا شك
أمره جلل. ليه بقى؟ لأنه ربنا قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فجعل هذا من عظائم الأمور، إن الإنسان لا يحسن أن يصمت ثم بعد أن يصمت يتكلم. يا جماعة موضوع اللسان في غاية الخطورة. يكفينا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصل الإيمان مرتبط باللسان، فقال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. واللسان ده سبحان الله من نعم ربنا العظيمة على الإنسان، ومع صغر حجمه إلا أنه عظيم الطاعة عظيم الإجرام. كلمة ينطق بها الإنسان يدخل بها في الإسلام، وكلمة ينطق بها اللسان يبقى من أهل الكفران. كلمة ينطق بها الإنسان تستحل له أمور كانت محرمة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استحللتموهن، يعني النساء، بكلمة الله. أول بس ما يقول صيغة الإجابة والقبول خلاص حلت له بكلمة. شوفوا الكلمة تودي فين وتودي فين. فهذا اللسان مع صغر حجمه إلا أنه لا يمل ولا يكل عن الحركة، فإن أطلقه الإنسان في الخير غنم، وإن أطلقه في الشر غرم. والحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال شقيق لبى ابن مسعود على الصفا ثم قال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت تسلم من قبل أن تندم. قالوا يا أبا عبد الرحمن هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وما يقوم مقام اللسان النهاردة، يعني نقول في لسانه وفي بنانه. النهاردة الكلام اللي بيتكتب ولا يعده الإنسان شيئا. شوفوا بقى الكومنتات واللي بيحصل في الكومنتات النهاردة واللي بيتكتب أصلا على مواقع التواصل. أكثر خطايا بني آدم، كل بقى اللي تتخيلوه من الخوض في الباطل، من الغيبة، من النميمة، من الكذب، من هذه الآفات العضال. اللسان باب ومفتاح لكل خير أو شر، وربنا سبحانه وتعالى نفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس كلامهم السري، فقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وقال حديث حسن كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله عز وجل. قال الإمام ابن رجب وقد تعجب قوم من هذا الحديث عند سفيان الثوري، فقال سفيان وما تعجبكم من هذا؟ أليس قد قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؟ أليس قد قال الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فبالتالي اللسان عليه مدار في أمر الخير والشر. عشان كده نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعوذ بالله من شر اللسان. فعن ككر بن حميد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني تعوذ أتعوذ به. قال فأخذ بكفي
فقال قل، عايزين نحفظ بقى، قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. هذا رواه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح. 5 أمور يستعيذ الإنسان بالله من شرها: من شر السمع ومن شر البصر ومن شر اللسان ومن شر ما يجول ويدخل في القلوب من الخطرات والواردات، ومن شر منيه أن يستخدم في غير ما أحل الله. فبالتالي الكلام وخطره اللي جعله العلماء أحد مفسدات القلب 5 فضول الكلام، لأنها تفتح للعبد أبوابا من الشر. كل هذه المداخل هي مداخل للشيطان وللمعاصي، فأكثر المعاصي منه. قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد: وأكثر المعاصي إنما يولدها فضول الكلام والنظر، وعثرة اللسان أشد من عثرات الجوارح كلها. ذكر ثعلب قال: أجمعوا أنه لم يكن أحد بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من ابن السكيت. هذا كان عالم من أكبر علماء اللغة، وكان المتوكل أمير المؤمنين قد ألزمه تأديب ولده المعتز، فلما حضر قال له ابن السكيت: بما تحب أن تبدأ؟ قال: بالانصراف. قال: فأقوم؟ قال المعتز: فأنا أخف منك. وبادر فعثر فسقط وخجل، فقال يعقوب: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرأ على مهلي. ممكن الإنسان يقع وبعد شويتين لو يعني حصل له بعض الجروح أهي تبرأ مع وقت، إنما لو قال كلمة وعثر بها قد يموت الإنسان بسببها. فعثرة اللسان أشد العثرات. فهذا اللسان هو في الواقع علامة على ما في قلوبنا من الإيمان والأحوال، ولذلك الأقوال علامات على الأحوال. وربنا قال كده سبحانه لما قال في سورة محمد: ولتعرفنهم في لحن القول. وعلماء التربية قالوا: لو عايز تعرف وتتحقق بما في قلبك من الأحوال فانظر إلى ما يصدر عنك من أعمال ومن أقوال. فلازم يا جماعة الرقابة الشديدة على هذا اللسان. ربنا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فجعل أول ما يشهد على الإنسان اللسان. لو الواحد مننا أخذ الموضوع على محمل الجد فحفظ اللسان وحفظ فرجه فكان من أهل العفاف، تكفل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل الجنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه أي فرجه أضمن له الجنة. إذن يا جماعة علينا أن نهتم بهذا أشد الاهتمام. قال الإمام ابن القيم: وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان. شوف الواحد بيتكلم بإيه عشان يعرف
قلبه فيه ايه، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى، اللي احنا بنسميه تحليل الخطاب. واحد طول القعدة يقول أنا 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 أنا، ده إيه إن شاء الله؟ هو مفيش غير أنا؟ يعني طبيعي إنك تقول كلمة أنا دي لما يعني الكلام احتجت إنك تنسب الموضوع لنفسك، فأنا بقول كذا وخلاص. اتقالت مثلا في نص ساعة، اتقالت 5 مرات، إنما نص ساعة قلتها يا عم 30 مرة، هو مفيش غير أنا؟ يبقى ده عنده بلا شك آفة الكبر، أنا ولي وعندي. واحد كل كلامه نفي، أنا مش عارف، أنا مش قادر، أنا مش ناجح، أنا مش هو ممششها على الآخر. فصاحبنا ده إيه أخباره؟ عنده يأس، عنده قنوط، عنده إحباط واضح من كلامه اللي جواه. تلاقي بقى الكلام بتاع الناس اللي أصلا عندها اتباع الهوى، يا عم فكك، يا عم سيبك من الكلام ده كله، عيش دنيتك، كله ماشي كده بقى. اللي هو ايه الكلام اللي الناس تقعد تضحك عليه، وتلاقيه الناس اللي تقول لك دماغها مفوته، ايوه ما هو ده واضح ان هو متبع هواه. فكلام الانسان دليل على ما في قلبه. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها. المغرفة بقى اللي بتطلع ما في الإناء. فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه، حلو وحامض وعذب وأجاز مر وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، فتعرف ما في قلبه من الأحوال بما يصدر عنه من الأقوال. أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، الأكل ده حلو، الأكل ده مر، الأكل ده مطبوخ تمام، الأكل ده استوى، الأكل ده مش مستوي، هو بالضبط كده. كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه، فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. وفي حديث أنس المرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. هذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار، فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أقول لك من الآخر إيه اللي يجعل الإنسان على طريق الرحمن وصراطه المستقيم، ويلخص لك الموضوع كله في كلمة. قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك. ده يبقى أمر من المسلمات. حد يا جماعة يفكر في الأشياء دي من المؤمنين؟ حد يأكل حرام، حد يظلم ويتعدى على الناس، حد يقع في الفواحش، حد يسرق، يشرب خمرة، يزني، فتلاقيه أعوذ بالله إيه ده. ويجي بقى في الكلام: ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة، متدين ملتزم يعرف ربنا، إنسان نحسبه والله حسيبه من أهل الإيمان، وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب، كما بينا في الحديث الذي في الصحيحين. وكم ترى من رجل
متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. فليتق الله هؤلاء وليعلموا أن لسانهم الوالغ في أعراض عامة الناس فضلا عن خاصتهم سيوردهم المهالك إن لم يعاجلوا أنفسهم بالتوبة والإنابة. فعادي جدا الخوض في الباطل، عادي جدا لو طلعت إشاعة أو طلع كلام على أي حد يقول لك يا عم ما فيش دخان من غير نار، أكيد في حاجة. طب يا جماعة ده ممكن يكون قذف الإنسان في عرضه، ده ممكن يكون تطاول. أيوة إيه يعني فلانة الفلانية صاحبتي قالت لي إن فلان ده كذا وكذا وكذا، ده كان مشهور جدا على الفيس، الناس كلها عارفة الكلام ده. طب يا جماعة فين المصدر؟ فين الدليل؟ فلان قال، فلانة قالت. طب يا فندم لازم هنا لو اتهمتموه في عرضه هكذا لازم بينة. بعدين انت شفت بعينيكي؟ لا فلانة قالت لي. طب فلانة شافت بعينيها؟ لا صاحبتها قالت لها. لا دي قالت الكلام ده موضوع مشهور جدا. ايه انت مش عارف القصة دي ولا ايه؟ تلاقي ناس يتهم أعراضهم ويخاض في ذمتهم المالية وتتخرب بيوت ويهلك ناس. وشفنا بعينينا أشياء من هذا كثيرة. يقول لك من كتر ما اتعملت على فلان الفلاني حملات على مواقع التواصل جات له سكتة ومات، من كتر ما قعد يبقى مظلوم ظلم بين، من كتر الضغوط اللي بتمارس النهاردة على السوشيال ميديا. بقى الناس لا تطيق انه يتقال على واحد عفيف، على انسان ورع، على انسان ما يبقاش من هذا ابدا، او حتى لو كان تجنى. وبعدين يتفضح الفضائح دي، يقول لك يستاهل. طب خلاص يبقى كل انسان ارتكب ذنبا يبقى يستاهل انه يتفضح على رؤوس الاشهاد، ومن منكم بلا ذنوب. فهو ده عادي كده. ده ايه ده فعلا احنا بنعمل الحاجات دي. لا الشر بره بعيد، احنا مالناش دعوه بحاجه. ليه مش بنتابع اشياء من هذه ونقعد كده نتفرج على الفضايح بتاعت سين وصاد، وكل ما تطلع فضيحه على حد تلاقي بقى الناس تبتدي تجري على هذه الاشياء المنكره وتخوض فيها وتتكلم فيها وتبقى قضايا الرأي العام. وهذا الذي أورد الناس المهالك في دينهم. أنا بقول والله الذي لا إله غيره صرنا الآن أكثر ذنوب الناس من السوشيال ميديا. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت له أحبطت عملك كله. فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك. ثم قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وعند مسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وكان علقمة يعني ابن وقاص راوي الحديث عن بلال يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال ابن الحارث. هذا الحديث كل ما كنت أفتكر هذا الحديث إن الواحد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ربنا يرضى عنه بسببها، ويتكلم بالكلمة من سخط الله ربنا يسخط عليه إلى يوم القيامة بسببها. نعوذ بالله أن نتلفظ بكلمة من سخطك يا رب، ونسألك ألا تجري على ألسنتنا إلا ما يرضيك عنا يا رب. وفي جامع الترمذي أيضا من حديث أنس قال: توفي رجل من الصحابة فقال رجل: أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. هذا حديث حسن. وفي لفظ: إن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه، قالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. شوفوا الكلام واخترته، يعني إن صح هذا الخبر، وقد رأينا أنه له شواهده كما في الحديث الذي ذكره الإمام ابن القيم من حديث أنس عند الترمذي. فواحد يعني استشهد وكمان كان حاطط صخرة على بطنه لأنه جاع في الله، فأكيد يعني ده احنا من غير حاجة الشهيد فلان الفلاني، فلان الذي بلغ الشهادة، وما يتقالش اسمه إلا إنه يتقال الشهيد الشهيد. خلاص بقينا بنوزع خلاص كده القربات والدرجات في الجنة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. هو ما فيش حد منكم يتكلم فيما لا يعنيه؟ هو ما بنتكلمش في كلام فاضي خالص، ما فيش لغو خالص يعني، ولا بيجي على بالنا كله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الكلام النافع، الكلام اللي الإنسان بيبلغ به الدرجات؟ ولا كلنا ذاك الرجل يتكلم فيما لا يعنيه؟ ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. فكان يبخل بما لا يضره بحال من الأحوال أن يبخل به. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي لفظ لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليصمت. وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن سفيان ابن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا والحديث صحيح. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. قال الترمذي: حديث حسن. وفي حديث آخر رواه الترمذي والإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وسنده حسن إن شاء الله: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حار ويوم بارد. شوفوا بقى أحوال السلف في باب حفظ اللسان. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم
فسئل عن حاله فقال أنا موقوف على كلمة قلت ما أحوج الناس إلى غيث، فقيل لي وما يدريك أنا أعلم بمصلحة عبادي. يعني إيه اللي قاله؟ والله الناس محتاجة يا جماعة إنه مطرة تنزل، احنا محتاجين كده. فقيل له هو أنت أعلم بمصلحة العباد؟ الله تبارك وتعالى هو أعلم بما يصلح العباد. إذا للدرجة دي. وقال بعض الصحابة لجاريته يوما هات الصفرة نبعث بها، ثم قال أستغفر الله ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام أو كما قال. هو أنا قلت الكلمة دي كده من غير ما أستثني؟ أقول هاتي عشان نعمل كذا وكذا وكذا؟ ما قلتش ليه نبعث بها إن شاء الله، افعلي كذا ونسأل الله أن يعيننا على أن نفعل الخير الفلاني، فنسيت ونسبت الأمر لنفسي كده. وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان وهي أضرها على العبد. واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط؟ يعني كل اللي احنا بننطق به، كل الكلام حتى الكلام الفاضي ده بيكتب، ولا بيكتب ده حسنات وده سيئات؟ إنما الكلام المباح، الكلام العادي اللي هو واحد قاعد بيتكلم كلام عادي مباح، واحد بيحكي اللي حصل له النهاردة لما رجع بيته وبيحكي لمراته ايه اللي حصل واللي جرى، والولاد بيتكلموا شافوا ايه في المدرسة النهاردة، عملوا ايه في كذا، كلام طبيعي وعادي يعني. فقالوا هو كل الكلام بيتكتب ولا يكتب فقط الحسنات والسيئات؟ على قولين أظهرهما أنه كل ما يتلفظ به الإنسان يكتب. وقال بعض السلف كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما والاه. وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد. فكان حال الصالحين دوما حراسة اللسان، إنه يبقى مركز في أمر لسانه ويبص كده هو دلوقتي الكلام ده هل يندرج تحت آفة من آفات اللسان ولا لا. ولازم هنا بقى ندرس دراسة منهجية موضوع آفات اللسان، لأنه العلماء عددوا آفات اللسان فجعلوها، بعضهم جعلها 15 وبعضهم قال أكثر من ذلك، جعلها في نحو 20 آفة من آفات اللسان. عشان كده لازم الإنسان يبقى مهتم أشد ما يكون الاهتمام بهذه الآفات. وعندنا مجموعة من الكتب النافعة في هذا الباب للشيخ سعيد القحطاني، كتاب ماتع تحت هذا المسمى آفات اللسان في الكتاب والسنة. ارجعوا لي لأنه حرر هذا بشكل رائع. واللي عايز يدرس الموضوع أيضا يراجع ما جعله الإمام الغزالي ابتداء في الإحياء في ربع المهلكات من آفات اللسان، وما كتب بعد ذلك في مختصرات الإحياء، سواء كان منهاج القاصدين لابن الجوزي أو مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة، أو أنه يرجع إلى موعظة المتقين لجمال الدين القاسمي ونحوها، هيلاقي فيها كلام مستوفى جدا في هذا الباب آفات اللسان. فمثلا نبقى عارفين كده، يعني راجعوا بس حتى رؤوس الأقلام آفات اللسان دي إيه وإيه علشان الإنسان يتحرز منها. فنجد
إن هذه الآفات على رأسها عياذا بالله أمر الكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل آية المنافق إذا حدث كذب. وكذا معلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ومنها الكلام فيما لا يعني. قلنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقيل لقمان الحكيم ما بلغ من حكمتك قال لا أسأل عما كفيته ولا أتكلم فيما لا يعنيني. وقد روي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا فجعل يتعجب مما رأى فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعه حكمته فأمسك. يعني إنه بيقولوا في بعض الآثار إن لقمان الحكيم كان في زمن داود وإن دخل فلاقي سيدنا داود بيصنع الدروع وعلمناه صنعة لبوس لكم فأمسك أن يتكلم. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع ثم قال نعم الدرع للحرب. فقال لقمان الصمت حكم وقليل فاعله. يعني كان عايز يسأل فلا سيدنا داود اتكلم باللي كان عايز يسأل عنه. فقال نعم ما يتزود به الإنسان أن يسكت عن كلام فإذا بالله يأتيه بما يريد أن يسأل عنه دون أن يتكلم. وأكثر ما يترك ويقال بحفظه في أمر اللسان أمر اللغو، الكلام الفاضي، الكلام اللي بالباطل، الكلام الذي لا طائل من ورائه. ولذلك قال الله عز وجل في صفات المفلحين في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل مفتاح ذلك في قوله والذين هم عن اللغو معرضون. لو الإنسان مننا بطل يهتم بالكلام الفاضي سيجد خشوعا في صلاته وكل إناء بما فيه ينضح. من الآفات كذلك أمر الغيبة والنميمة، وهي من الكبائر العظام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه لذا لا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. فقيل له أفرأيت إن كان فيه ما يتكلم به الإنسان؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. البهتان أشد الكذب، أن يرمى إنسان بما ليس فيه. فبالتالي على الإنسان أن يكف عن الكلام واتهام الناس، لأن الاتهام هذا إن كان فيه فهو عون الشيطان عليه. والعلماء وضعوا لذلك ضابط وقالوا القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. 6 حاجات لما الإنسان يجيب سيرة حد يبقى لا يعد غيبة. إيه 6؟ إنه يكون إنسان مظلوم فتكلم عن ظالمه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيقول فلان ظلمني، فلان تعدى على مالي، فلان قال في ما ليس في، فلان خاض في عرضي، فلان خرب بيتي، فرفع مظلمته. بس قالوا يرفع مظلمته لمن؟ يعني يكتب دلوقتي منشور ويبقى على رؤوس الأشهاد ويخلي الناس كلها تعرف المسألة دي؟ هذا ليس المطلوب. إنما
يرفع مظلمته إلى من يظن أنه يكون عونا له على رفع الظلم. يبقى لما يكلم حد عشان يساعده في رفع الظلم ده يبقى ماشي، يبقى ده اسمه متظلم. لما واحد بيبلغ على واحد ويقول فلان الفلاني عمل فيا وسوى، هو بيخضح فيه اهو، بيتهمه بانه حرامي، بيتهمه انه نصاب، بيتهمه انه فاجر عمل وسوى، يبقى ده اسمه متظلم. طيب الحالة الثانية قالوا المعرف. وهنا لما يكون عندنا اتنين اسمهم زيد، واحد منهم قصير وواحد منهم طويل، وأنا لا أريد أن أقدح بقول ده فلان طويل قوي أو فلان ده قصير قوي، إنما قلت جاء زيد. قالوا لي مين زيد؟ فأنا والله مش عارف اسم والده. زيد القصير، ولست أريد القدح فيه وإنما التعريف به. لما ربنا قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هل كان ذلك عياذا بالله قدحا؟ هل كان عياذا بالله ذما؟ ولا بالعكس ده ترقيق لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتم بشأنه، تعريفا بحاجته أن جاءه الأعمى. فإذا يبقى الحالة الثانية المعرف. الحالة الثالثة، ودي للأسف أكثر ما يتذرع به الناس ويقولوا والله ده كان من هذا الباب كلامي، ألا وهو التحذير. فبيتكلم على أي حد. النهاردة طبعا في زمن الناس عندها شطط بالغ بقصة إنه يتكسب من وراء اليوتيوب والسوشيال ميديا والكلام ده، فكله دماغه في الدولارات. طب دلوقتي عشان يبقى ليه مشاهدات يعمل ايه؟ يمسك واحد ويقطع فيه ويقصقص ريشه ويشهر بيه على رؤوس الاشهاد ويقول لك بحظ. فالناس بتحب الخناقات وتحب تتفرج على الخناقات. تلاقي الناس لما تلاقي خناقه كله يرجع يعرفوا يتفرجوا بقى. ايوه خناقه بقى، تعالى بقى نحوش، تعالى بقى نتفرج، تعالى نشوف الدنيا فيها ايه. فتلاقي هوس كده بالخناقات، فآلاف مؤلفة تجري على الخناق. فعشان يجيب مشاهدات ويجيب دولارات ما فيش سكة إلا إنه يقطع في حد، فيبتدي بقى إيه يمسك في أي حاجة من الحاجات دي والناس تجري عليها. فبقى عندنا كارثية تحت مسمى أنا بحذر. طب وهو أنت بتحذر من غير ما يكون ليك حظ نفس؟ ولا بينك وبين البني آدم ده خصومة معينة فلما بقى جه عليك رحت مشهر بيه؟ ما هو كده تلاقي بقى متخاصمين على فلوس، تلاقي فلان الفلاني ده أذف أي حاجة من الحاجات راح مشهر بيه علشان خاطر أيوة لما نعمل كده نركب الترند. فنسأل الله العفو والعافية. إنما التحذير لوجه الله، ولا نريد من وراء ذلك إلا إعلاء كلمة الله حقا وصدقا. وأقعد أفكر أنا هقول الكلام ده فعلا وأنا من وراءه فعلا أرفع كلمة الله، أنا فعلا للسنة والله وليس لشيء، فأنا أخاف أن يقع الناس في بدعة من البدع فلازم أحذر. ولو لقيت أنه ممكن أقول الكلام بطريقة ما باله أقوام يبقى أفضل سترا، علشان لا نكن عون الشياطين على الناس. الإنسان المؤمن يفكر كده. فالحالة الثالثة التحذير. الحالة الرابعة قالوا لو إنسان مجاهر بالإثم والفسوق، هو واحد بيطلع بيقول أنا بشرب خمر، فلما نيجي نقول فلان السكير، واحد بيقول أنا بسهر سهرات حمراء، فلما نقول فلان العربيد، فلان اللي بيقول على نفسه إنه أصلا فاجر. فلو قيل عن إنسان كده واحد بيطلع يعمل أفلام ويرتكب فيها المنكرات كلها، يبقى يتقال عليه الممثل القدير والممثلة القديرة وتاخد جائزة المش عارف ايه التقديرية والتشجيعية ويرفع شأن أمثال هؤلاء. طب يا جماعة هذا إنسان عربي، هذا إنسان يروج للفواحش، هذا الإنسان بما ارتكب كان سببا في عشرات مئات ألوف من الناس ارتكبت الفواحش مما فعل. يبقى ده يتقال عليه ايه؟ إن لم
يقال حتى عنه وصف مشين، بس على الأقل لا يقدر، على الأقل يعني معلش يعني انت اخرتها بتعمل ايه؟ انت بترتكب ذنوب ومعاصي. وخلونا نتكلم بكلام واضح ولا تأخذنا في الله لومة لائم. الحالة الخامسة الاستفتاء. جاء هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم زوجة أبي سفيان وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح. واحدة بتستفتي شيخ وقالت دلوقتي زوجي مثلا ضراب للنساء، زوجي شتام، زوجي بيعمل كذا وكذا، واتهمته بشيء معروف. فلو قالت هذا الكلام على سبيل ليس القدح وإنما دلوقتي هو بيعمل كذا، اتصرف ازاي في الموضوع الفلاني؟ طب حضرتك شايف ان انا اعمل كذا ولا اعمل كذا؟ ده كده على سبيل الايه؟ الفتوى. اخر حاجة، لو ان انسان وقع عليه ضرر حاصل دلوقتي، واحد بينتهك مثلا بيته او بيستولي على ماله، فقعد يصرخ في الناس يا جماعة الحقوني الحقوني اعينوني، يا جماعة حد يقف معايا، فلان الفلان بيسرقني. فهذا طلب الإعانة في إزالة منكر، فيبقى كلامه ليس من الغيبة المذمومة. من آفات اللسان الفضول، الكلام أصلا اللي كله قيل وقال، زي ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فمما كرهه الله تبارك وتعالى أن يكثر الإنسان من قيل قال، الأحاكي والأقاويل والأحاديث، حكايات الناس يقعد يرددها هكذا، وهذا على أقل تقدير من جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إليه وأبعده منه مجلسا يوم القيامة، الثرثارون. من الآفات كذلك التي يخوض فيها الناس ويحتاجون إلى حراسة ألسنتهم منها أمر الخوض في الباطل. والمقصود بالخوض في الباطل الكلام في المعاصي، اللي بيتكلموا عن أحوال النساء، اللي بيتكلموا عن مجالس الفسق، عن الأحوال التي عياذا بالله يرتكب فيها الناس بالغ المنكرات، وتبقى دي الأحاكي بتاعتهم. هذا خوض في الباطل وهذا حرام. إن في ناس بتتفكه الفكاهة بتاعتها، الدعابة بتاعتها، أن يخوض في عرض إنسان، أن يخوض في الباطل، إنه يتهم الإنسان بغير بينات، حتى ولو كان إنسان مش أحسن حاجة يعني، لكن يخاض في عرضه فيسلك الإنسان سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. لما قال المنافقون هذه الكلمة في غزوة تبوك، ما رأيت مثل هؤلاء، يريد الصحابة، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة. يعني إيه بقى؟ يتهم الصحابة بأنه يا عم الناس دي أصلا تجار دين. اللي بيقول بقى ويتهم الناس بالباطل كده ويصد عن سبيل الله، يا عم هم دماغهم فرجهم وبطنهم، ما فيش في دماغ أي حد من الجماعة دي متجوز له بالكام واحدة. طب يا أخي بيتزوج، ولا تخض فيما لا يعنيك، ومالكش دعوة بأحوال الناس، مين متجوز، مين مخلف، مين بيعمل إيه، أنت مالك. وده بقى شغلانة الناس كلها بتعشقها أصلا. الحق ده فلان متجوز 2، ده متجوز 3، ده متجوز 4. الناس دي تلاقيها أصلا عندها كوارث يا عم الحاج، تلاقي مصايب، تفهمش ليه بقى، وش معنى يعني دول اللي بيتجوزوا كده؟
ويبقى شايف الحلال حرام، ويبقى شايف انه ده يتقال عليه انه انسان اعوذ بالله شهواني وبتاع مش عارف ايه وبتاع نساء وبتاع كذا وكذا. وطبعا حيل شيطانية، لانه بصرف النظر عن توصيف المسألة بس بشوية بشوية. طب ده كان غالب الصحابة كده. طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اصلا له 9 نسوة. طب ايه انتوا مش واخدين بالكم الكلام ده يودي فين؟ عادي يعني. طب واحنا مالنا باحوال الناس وباسرار بيوت الناس؟ لا دي شغلانه اساسيه جدا. كله عايز يرسل على فلان بيتجوز قد ايه وفلانه متجوزه مين ودين عامله ايه ومسويه ايه. نعوذ بالله من الخوض في اعراض الناس. شوفوا بقى قالوا ايه؟ الصحابه دول ارغب بطونا واكذب السنه واجبن عند اللقاء. فانزل الله عز وجل ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. لانه لما راجعهم النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا قلتوا الكلام ده؟ لا ده هزار حضرتك. فقال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. للدرجة دي الكلام. حتى الهزار ده مفيش هزار هنا يا جماعة، ده خوض في الباطل. ربنا سبحانه وتعالى قال كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الاستهزاء وترويج هذه اللوثات الإعلامية والخوض في أعراض الناس، لا سيما أن يكون إنسان له مكانته أو إنسان يدل على خير، فلما يخاض هكذا في عرضه تبقى المشكلة مش فيه، المشكلة في مخطط الشيطان اللي اتعمل علشان الناس. ايه ده؟ حتى دول طلعوا فيهم وفيهم. وكم من هدايات وكم من حسنات كانت جاريات صد عن سبيلها بهذه الكلمات. من الآفات الجدال والمراء. وشوفوا بقى اللي بيحصل في الخناقات، لا سيما الخناقات الزوجية، جدال الناس بقى على الأمور اللي يكثر فيها الكلام في الباطل، المراء. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم على هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الكلام اللي ليس من ورائه إلا الخصومات والعداوات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على القضية دي في غير ما موضع في كتابه. جعل في الحج قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال في وصف هذا الإنسان الباغي قال وهو ألد الخصام. وقال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فجعل أمر الجدل هذا من أخطر ما يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من ترك الجدال أنه من أهل الجنة. قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا. أول ما أحس بقى أن الموضوع هيقلب جدل وجدل ملوش لازمة أسكت ولا أخوض في مثل هذا. من الآفات بلا شك النميمة. وهنا بقى أمر النميمة يا جماعة لما حد يبلغنا عنه، ولو كانت الأخت الفاضلة والأخ الفاضل اللهم بارك اللي جاي عشان يبصرنا، فقال لي خد بالك بلاش تسمع فلان ليه؟ أصله بيقول عليك كذا وكذا، وأنا بس حبيت أحذرك علشان خاطر والله أنا حسيت إنك غلبان وساذج ومش عارف أي حاجة، ما تعرفش ده بيقول إيه عليك أصلا في ظهرك. منه لله الإنسان الكذا بقى يقول عليا كذا، والله العظيم لا أكون عامل ومسوي أفسد ذات البين. لا ده كان بيحذر حضرتك، ده ما كانش قصده أي حاجة، دي كانت بتقول معلومة، ده كان بس من توضيح الأمور عشان خاطر الناس ما يضحكش عليها. عمل إيه بقى؟ أفسد القلوب.
هذا نمام. العلماء قالوا إيه؟ قالوا هو فاسق ولا تقبل كلمات الفسقة. لا حضرتك، ده أخت، دي معلمة حضرتك اللي قالت لنا الكلام ده حد يعني من الناس الطيبين جدا. لا لا لا، نمام مين وفاسق ايه اللي انت؟ والله كذلك، والله كذلك، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى لا يصح بهذا ان الإنسان ينقل كلام، ونقل الكلام اللي يوغر الصدور ويفسد ذات البين، والذي يتسبب في البغضاء التي هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. هذا حكم في الإسلام أنه فاسق. اللي بيقع في النميمة، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام. فآفات اللسان كثيرة وعظيمة، ودي من أشهرها، فعلينا بالحذر، كل الحذر منها. قال الإمام ابن القيم: والكلام أسير، فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره، والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. هيتكلم بقى على إنه بعض السكوت لا يصح، زي ما بعض الكلام لا يصح، أو كثير من الكلام لا يصح، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. فسكوت الإنسان عن الحق هذا له فقهه. فمن الذي يصح له أن يسكت، ومن الذي لا يصح له أن يسكت؟ فمن سكت عن حق يستطيع أن يظهره، وسكت عن منكرات يستطيع أن يدفعها، هذا آثم، لأنه كان يستطيع أن يدفع المنكر. والعلماء قالوا لنا في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندنا 4 حالات. الحالة الأولانية، دلوقتي أنا شايف قدامي منكر، أقدر بكلامي وأقدر بأفعالي إن أنا أزيله وسيزال. مثلا في بيتي حاجة وأنا سيد هذا البيت، فدلوقتي ارتكبت بعض المخالفات من أي حد في البيت، أنا أستطيع أن أنا أزيل المنكر، وبالتالي لأني قيم هذا البيت ولأني سيده فيبقى يلزمني إزالة المنكر. ولو ما عملتش كده وسكت عن الباطل أثمت. يعني ما هو عادي بقى، احنا ما فيش مشكلة، احنا هنقعد بقى نقف فوق دماغ كل حد عشان مراتي ما تقولش حاجة، عشان العيال ما يقعدش يقولوا ده معقدنا في عيشتنا، فخلاص بقى. ما هو بحكمة، أنا ما بقولش إن أنت تعمل الكلام ده بعنف، وما تعملش الكلام ده بغلظة، ولا تعمل الكلام ده من غير ما يكون عندك طريقة تحسن بها إزالة هذه المنكرات. يبقى لازم بفقه وعلم ووعي. فده اسمه إيه؟ الحالة الأولانية يجب عليه أن لا يسكت عن هذا، لابد أن يحق الحق وأن يزيل الباطل. طيب هو مش كده، هو بقى مثلا ابن في البيت، هو مش سيد البيت وما يقدرش يتحكم في البيت، ولو قعد يعمل ايه هو في الاخر خالص عضو من جملة الاعضاء في البيت وشايف منكرات. المفروض يعمل ايه؟ هم قاعدين دلوقتي بيتفرجوا على حاجة مش لطيفة، بيتفرجوا على فيلم، والافلام دي فيها رقص وفيها كذا وفيها كذا وحاجات مش احسن حاجة، وقاعدين بيسمعوا الكلام ملوش لازمة خالص. فلو هو خفف المنكر وقال لهم بقول لكم ايه، البتاع ده ملوش لازمة يا عم، ما نتفرج على كذا، في حاجة تانية أخف كتير، ولو إنه نتفرج على الماتش ده، نتفرج على برنامج ده في برنامج الناس كلها قاعدة بتتابعه بتاع، تعالوا نحاول نتفرج على كذا كذا كذا. حاول تخفيف المنكر اللي كان موجود، يلزمه ذلك، ولا يصح أن يسكت، ولا يصح له بحال إنه يقر الباطل. فده الحالة الثانية. قالوا طيب لو عندنا بقى انه مش هيستطيع ازالة المنكر ولا تخفيف المنكر، لكن هيترتب
غالبا منكر مساوي. هم قاعدين بيتفرجوا على فيلم أجنبي فقال لهم ما تحولوا، راحوا حولوا على فيلم عربي، والفيلم العربي الآخر فيه مشاكل. فده زي ده يعني أحمد زي سيد أحمد، يعني هم كلهم زي بعض، فما فرقتش حاجة. يبقى في الحالة دي البعض قال لك أهو يحاول يمكن يخف المنكر، والبعض قال لا، طالما يغلب على ظنه إنه مش هيحصل تغيير يبقى يباح له السكوت. أما الحالة الرابعة، فلو أن الإنسان وجد باطلا وأراد أن يصدع بالحق وأن يزيل الباطل، فغلب على ظنه إنه لو أزال الباطل وكان مصادم لمن يفعل الباطل أنه سيترتب عليه منكر أشد، كما قال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. في الحالة دي قالوا يحرم عليه. يبقى إمتى يسكت وإمتى يتكلم؟ قال وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته فهم بين هذين النوعين. وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة. عارفين الخلاصة بتيجي إزاي؟ عشان أسهل لكم المواضيع، هي تيجي إزاي؟ أن يتحمل الإنسان قضية يعيش لها اسمها قضية الإسلام بشكل واقعي يتماشى مع ظروفه وإمكانياته وأحواله. فاللي بيبقى عايش المعاني دي بيبتدي بقى يبص إنه دي تفاهات، يعني إيه اللي هيخليني أقعد أتكلم في الكلام الفاضي ده؟ إيه اللي يخليني أصلا أشغل بالي بالحاجات دي؟ أنا مالي يا عم بالكلام ده، خلينا دلوقتي في القضية دي. الناس بتذبح ودماء المسلمين بتراق في كل أرجاء العالم، وإحنا قاعدين نتكلم في الكلام الفاضي. هو ده لما تبص تلاقوا الترند النهاردة على أي حاجة. شوف الترندات النهاردة ماشية على إيه، شوف الترندات كانت الأسبوع اللي فات كان عن إيه، والناس تذبح والناس قاعدة بتتكلم في التافه والهايف والكلام اللي مش وراءه حاجة، ودول ملايين مملينة، وإحنا ولا كأن في مصائب ونذر إلهية ربنا بيبعتها لنا. يبقى الإنسان ده لازم يقف مع نفسه وقفة. فلما يبقى متحمل هذه القضايا يبتدي تهون عليه بقى هذه التفاهات وهذه الإشكاليات ولا يخوض فيما يخوض فيه الناس. ده الحل، إن الإنسان يسأل الله عز وجل السداد والرشاد، إن الإنسان يبقى مهتم جدا إنه تبقى عليه صفة الوقار، ما تتكلمش كتير، اتعود تسمع كتير قبل ما تتكلم. اسمع كتير في الوقت الأول، افهم، وعليك بالنضج وعليك بالخبرة عشان تعرف تقول ايه وما تقولش ايه. وهتاخد دروس في الحياة كتير، وناس كتير بالذات في بداية حياتها لما بتاخد كم مطب بقى، انا من ساعة ما قلت الكلمة الفلانية والدنيا اتقلبت. الخناقة دي انا كان البيت هيتخرب بسبب كلمة، انا كان حياتي كلها هيحصل فيها مصائب كبرى بسبب كلمة. لا، أنا مش هقول بقى الكلام الفلاني ده ومش هخوض في الأمر العلاني ده. يبقى من هنا يكون السبيل. فقال فلا ترى أهل الصراط المستقيم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فضلا أن تضره في آخرته. وإن العبد لا يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. فالحل الثاني بعد أن أتحمل قضية إن الإنسان يبقى فعلا على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الإنسان لما يكثر من الاستغفار بالذات، وجربوا وشوفوا، خلوا ورد الاستغفار في حياتكم بالألفات. شوف كده، ابتدي يومك ب2000 استغفار، 3000 استغفار، أيام ما كان، بس عدد كبير. يعني اقعد تستغفر نص ساعة كده وانت رايح الشغل، وانت بتقول أذكار الصباح، وانت بتتحرك من مكان لمكان، وانت دخلت المطبخ وبدأت تعد الإفطار وبدأت تتهيأ لهذا اليوم. ابتدي اليوم كده بنص ساعة استغفار مثلا، وشوفوا اليوم هيبقى عامل ازاي. تتنزل الرحمات، تتنزل البركات، تتنزل الأرزاق. الإنسان يحس كده إنه بقى محفوظ بحفظ الرحمن،
يبقى رصيد السيئات يخف واللسان يبقى رطب من ذكر الله، يبقى ده الحل لهذا الباب المهلك، باب اللفظات. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ألسنتنا، ونعوذ بالله من شر أبصارنا وأسماعنا وألسنتنا وما يأتي على قلوبنا، ونعوذ بالله أن نقول ولا نعمل، وأن نذكر وننسى، نعوذ بالله أن لا نعمل بما نعلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه وحده بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.